شفتوا على المنظر؟ بنصفهم هيك بهالطريقة. شوية حبق بنرجع بنعبيها هيك بهالشكل. هذا الشكل اللي لازم نحصل عليه. شوفوا لي على المنظر. بونيسيما، كتير 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 طيبة. بونجورنو توتي، بونجورنو يا بلدي، بونجورنو لكل متابع من وين ما كان. مثل ما كنتم شايفين على الطاولة، اليوم وصفتنا وصفة تقليدية من المعكرونات الإيطالية، باستا إيطاليانا اسمها تيمبالو دي ميلانزاني، يعني باستا بالباذنجان المقلي. هذه من أطيب وأشهى الوصفات الإيطالية، ومثل ما كنتم شايفين بتتقدم بطريقة غير تقليدية. حبيت أقدم لكم إياها حتى أعلمكم طريقة جديدة لشغل المعكرونة الإيطالية. شفتوا على الشكل عليها؟ شفتوا على المنظر؟ ما بتشهي؟ مين ما بيحب الباذنجان المقلي؟ هلا تابعوني لأقدم لكم طريقة العمل. مثل ما انتم شايفين في عندي 4 باذنجانات، رح اقطعهم هيك بهالشكل. بدنا نقطعهم يكونوا كتير رقاق هيك بهالشكل. مثل ما انتم شايفين بنقطعهم هيك بهالسماكة. انا قطعت 3 باذنجانات، عندي الزيت جاهز للقلي. ضل عندي باذنجانية رح اقطعها هيك بهالشكل على شكل مكعبات، مثل ما انتم شايفين على شكل مكعبات. هلا انا عندي زيت حامي، مثل ما انتم شايفين هذا اللون اللي بدنا اياه. بنقلبهم هلا بنقلي هذا الباذنجان اللي قطعناه على مكعبات. من وصلنا لهذا اللون الذهبي، هلا بنشيلهم هيك. بنكون انتهينا من قلي الباذنجان. عندي 600 جرام صلصه البندوره، عندي بصله حجم وسط مثل ما كنتم شايفين قطعتها كثير ناعمه، 3 فصوص ثوم والحبق. بنحط شوي زيت بقلب طنجره. انا كمان حطيت الطنجره فيها مي حتى نسلق فيها المعكرونه. بنحمي الزيت شوي. بنحط اول شيء البصله اللي قطعناها ناعمه. هلا بنحط الثوم، فلفل الحر طبعا اختياري. بنحط صلصة البندورة وبنطبخها تقريبا شي 5-6 دقائق. عندنا المي عم تغلي، رح احط تقريبا معلقة ونص ملح خشن. رح استعمل نص كيلو باستا، فيكم تستعملوا اي نوع باستا بدكم اياه. هيدا مدة طهيه 11 دقيقة، أنا رح أطبخه لمدة 8 دقائق، ما لازم ينطبخ كثير لأنه بعدين بدي يفوت على قلب الفرن. بنعير الساعة 8 دقائق بالضبط وبنشيله من على النار. هلا تقريبا صار لها شي 5 دقائق، صلصة البندورة عم تنطبخ. بحط أول شيء شوية ملح، شوية فلفل أسود، رح أحط الحبق بتقطعوه هيك بإيديكم. هيدي الباذنجان اللي قليناهم على شكل مكعبات رح أحطهم بقلب الصوص. هلا بنطبخهم لمدة 3-4 دقائق على نار هادية. أنا طفيت النار هلا على الباستا. هلا رح أحطها بقلب صحن صفية. ما انكم شايفين لسه ما استوت، هيك لازم تكون بهذا الشكل. مثل ما انكم شايفين في عندي حبتين موتزاريلا رح أقطعهم على شكل مكعبات. طبعا بهيدي الوصفة مو ضروري أبدا الجبن، قطعتها هيك بهالشكل. هلا هيدا الباذنجان اللي قليناه، أنا في عندي هيدا القالب مثل ما انكم شايفين. هذا القالب اللي بنستعمله للكيك اظن موجود بكل بيت. هلا رح نشتغل هيك بهالشكل. بنجيب الباذنجان وبنشتغل هيك بهالشكل. بنصف الباذنجان المقلي كل وحده حد الثانيه هيك. بنكون سكرنا كل القالب. بدنا نشتغل هيك بهالطريقه. ثلاث باذنجانات طلعوا معنا على القد، غطيت فيهم كل القالب مثل ما انكم شايفين. هلا هيدا الصوص وهيدي المعكرونه بعد ما صفيناها كثير مليح. حط المعكرونه بقلب الصوص مثل ما انكم شايفين، بنخلطها كثير مليح. بنرجع بنحط كم ورقه حبق كمان
بعد ما خلطناها كثير مليح للباستا، هلا بنشتغل هيك بهالشكل. مثل ما انتم شايفين بنجيب الموتزاريلا او اي جبن ابيض تازه. طبعا هذا الجبن مو ضروري بهذا الوصفه. بنرجع بنحط شويه حبق. الحبق بهذه الوصفه بيعطي نكهه غير شكل. هلا بنرجع بنكفي بالباستا اللي فضلت عنا، بنغطي الوجه هيك بهالشكل. نعمل لها كبسه صغيره. هلا رح نشتغل هيك بهالطريقه. الباذنجان بنحطه هيك بهالشكل. هلا من الداخل هذا الباذنجان اللي خلينا كمان من فوق بنسكر فيه حتى نغطي كل الباستا. هذا الشكل اللي لازم نحصل عليه. شفتوا المنظر عليها؟ من اطيب الوصفات التقليديه الايطاليه، تيمبالو دي ميلانزاني، يعني باستا مع الباذنجان المقلي. هلا راح اشويها بالفرن على حراره 200 درجه لمده 30-35 دقيقه، وبعدين فرجيكم النتيجه. مثل ما انكم شايفين هذه النتيجه بعد نص ساعه شوي. هلا مباشره بعد ما بنطالعه بنجيب سكين وبنمرق هيك على الحرف مثل ما انكم شايفين هيك بهالطريقه، وحتى من الداخل كمان من هذه الجهه. هلا ضروري جدا نريحه لمده اقل شيء 10 دقائق، وبعدين بنقلبه وبنطلعه من القالب. هلا بعد ما ريحناه 10 دقائق هلا بنجيب صحن بنحطه هيك بهالشكل وبنقلبه. بنشيله هيك شوي شوي. هلا هيك نحن عنا جاهز. اذا بدكم فيكم تزينوه، بتجيبوا ورق الحبق وبتجيبوا البندوره، بتشتغلوا هيك بهالطريقه مثل ما انتم شايفين. هيك هلا عنا صار جاهز للتقديم. هلا صار وقت الدواء. هلا راح اقطعها هيك بهالشكل. شوفوا لي على المنظر. شفتوا لي كمان هاني على المنظر. مثل ما انكم شايفين الباستا مع الموتزاريلا الدايبه مع صلصه البندوره مع الباذنجان المقلي. بونيسيما. مين ما بيحب الباذنجان المقلي؟ هيدي وصفه لازم تجربوها، كثير طيبه. راح كفي اكلي. بشوفكم فيديو جديد. تشاو. اذا عجبتكم الوصفه اشتركوا بقناتي وتابعوني. حظ كبير للكل.